هناك من يقول بأنكم في الحقيقة لستم صحراويين. أنا أتحدث عن القيادة الكبرى. أنتم ركبتم على هذه القضية الصحراوية لمصالح شخصية، لمصالح جزائرية، لمصالح إسبانية، لا أدري أنا. ولكن التاريخ، الوثائق تثبت بأنكم لستم صحراويين. أبدأ بالسيد محمد عبد العزيز الرئيس. اسمح لي. الرئيس هو من مواليد مراكش. محمد سيداتي وزير لدى الرئاسة من طرفايا وهي خارج الصحراء. محمد سالم ولد السالك وزير الخارجية من طرفايا وهي منطقة خارج الصحراء. ماء العينين الصديق مستشار لدى الرئاسة من منطقة كلميم، لا أدري إذا نطقت الاسم صحيح أم لا، خارج الصحراء. البشير مصطفى السيد، حبيب الله محمد الكوري. غريب هذه الوثائق كلها يعني سيدي الصحراويين القيادة العليا يظهر على من المغرب. يظهر على أن هذه الوثائق حقيقة وثائق أشك في مصدرها. لماذا؟ لأنها بما معناه على أن قيادة الشعب الصحراوي هذه قيادة ليست من الصحراء الغربية. ولمعلوماتك الخاصة، الشعب الصحراوي قاوم وسيقاوم، والقيادة الصحراوية قيادة صحراوية. أجب على سؤالي، محمد عبد العزيز من أي منطقة؟ محمد عبد العزيز صحراوي مثل بقية. ولد في مراكش ودرس فيها يا سيدي. اثبت العكس، أعطيني وثيقة. مواليد الرئيس محمد عبد العزيز مواليد شمال الصحراء الغربية، وهذه يا سيدي أنا لا أريد أن أقول هنا، أتحداك أن تثبت العكس، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تثبت إلا هذا. لم آتي هنا حتى أثبت لك وثائق. هذه حقائق لا يمكن إنكارها. لا ليست حقائق، هذه حقائق مغلوطة، هذه حقائق. مواليد أي منطقة محمد عبد العزيز؟ مواليد الشمال الصحراوي. أنا ليست لدي تفاصيل. رئيسك لا تعرف أين ولد؟ غريب يعني تطرح علينا هذه الأسئلة، يعني غريب جدا. أنا أقول لك على أنه في الشمال الصحراوي. أين بالضبط؟ محمد عبد العزيز رئيس البوليساريو الحالي، أبوه وإخوته الأربعة موجودين الآن بمراكش، إخوته الأربعة موجودين بالجامعة المغربية. فهل يحق لمحمد عبد العزيز أن يصوت ولا يصوت والده؟ وزير الصحة للبوليساريو أبوه كان نقيب للجيش المغربي وهو الآن موجود متقاعد بالمغرب. كل العائلات قيادة البوليساريو الحالي هي نفس العائلات اللي الآن موجودة بالصحراء وتنادي بحقها في أن تصوت. فنحن نقول القبائل الصحراوية وفقط القبائل الصحراوية يجب أن تصوت، لا يحق